غيابات النادي الأهلي، طلبات ترد لتدعيم النادي الأهلي، قائمة الأهلي لمباراة إيجل نوار، وعودة إمام عاشور. بس طبعا قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة ما تنسوش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. نبدأ بغيابات النادي الأهلي عن مباراة إيجل نوار اللي هتتلعب النهاردة إن شاء الله الساعة 8 مساء في استاد القاهرة. طبعا الأهلي كان فاز 1-0 في المباراة اللي فاتت. النهاردة إن شاء الله مباراة بإذن الله نتمناها تكون سهلة وناخد اللي احنا عايزينه من المباراة. يعني تروب أعتقد إن هو عايز يعمل تدوير النهاردة في الخطة في التشكيل، عايز يريح بعض اللعيبة، لان انت بعد مباراة النهاردة عندك مباراة بتروجيت وبعديها مباراة المصري والسوبر المصري في الامارات باذن الله. ابرز الغيابات هو محمد الشناوي، فعندنا النهارده ممكن نقول قائمة النادي الاهلي بالمرة. عندنا شوبير سيحة في حراسة المرمى، هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، العش، بيكهام، محمد شكري، كوكا، عمر كمال، عبد الواحد، كل ده في الدفاع. عندنا مروان قفشه ديانج نص ملعب، لان بن رمضان برضو مش معايا في القائمه، اعتقد ان هو غايب. عندنا عبد القادر، تريزيجيه، زيزو، بن شرقي، طاهر، وجرادياشار. دي قائمه النادي الاهلي لمباراه افريقيا. تروب عايز يعمل تدعيمات وطلب من الاداره تدعيمات مهمه جدا لدفاع النادي الاهلي، وزي ما كلنا ملاحظين ان دفاع النادي الاهلي بالفتره الاخيره يعني دفاع كارثي. فهو طلب 2 سيرد باكين، 2 قلوب دفاع. الاداره تتعاقد معاهم بس لسه ما قالش اسامي، هو بس قال طلباته لاداره النادي الاهلي. ومحتاج باك شمال ومحتاج باك يمين، لان انت ما عندكش بديل لهاني. باك شمال من بعد علي معلول احنا ما عندناش باك شمال، ودي ازمه كبيره جدا في النادي الاهلي. وطلب كمان تدعيم الهجوم بمهاجم سوبر باذن الله. عندنا طبعا عقوبات جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي في مباراه الاتحاد السكندري قعدوا يهتفوا يعني بتريقه على نادي الزمالك، فصدر عقوبات من رابطه الانديه المصريه بغرامه 150 الف جنيه ومنع حضور المباراة اللي جاية. الناس اللي حضرت مباراة الاتحاد هيتمنعوا من حضور مباراة واحدة من المباريات القادمة. عندنا طبعا آخر خبر معانا وأهم خبر في حلقتنا النهاردة هو بإذن الله عودة إمام عاشور. هيتم إجراء تحليل النهاردة علشان يشوف درجة التحليل بإذن الله. بنسبة كبيرة في مؤشرات إن شاء الله إمام هيرجع، وبإذن الله نتمنى إن هو يشارك مع الأهلي في السوبر المصري. تروب مستعجل على عودته جدا الصراحة، مش تروب بس اللي مستعجل، احنا كلنا مستعجلين على عودة لاعب بقيمة إمام عاشور. عندك إصابات كتيرة بتحصل في لعيبة النادي الأهلي، حسين الشحات كذلك نزل مباراة الزمالك ما شاء الله متألق جدا، نزل المباراة اللي بعديها مرة واحدة لقيناه اتصاب في أرضية الملعب. فمحتاجين نظبط الحمل البدني على اللعيبة، ومحتاجين السلامة بإذن الله للعيبة النادي الأهلي ولكل لعيبة الدوري المصري بإذن الله. دي كده أخبارنا النهاردة، ودي كده حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، انتظرونا دايما بإذن الله، وشكرا ليكم. سلام عليكم.